دي بداية الهجمة اللي اتعادل منها فريق الجونة. لو بصينا في الصورة كده هنلاقي ان في 3 لعيبة من الجونة ومعاهم 3 لعيبة من الزمالك. هيبدأ يظهر في الصورة لاعب كمان من الجونة ومعاه أحمد حمدي، ولحد دلوقتي الوضع تمام بالنسبة للاعيبة نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك. وعلى الوضع ده فريق الجونة مش هيبقى قدامه حل غير ان هو يرجع بالكرة لورا او يلعبوا الطولية اللي اكيد هتبقى في صالح نادي الزمالك، لحد ما الكابتن احمد حمدي قرر ان هو يتحرك تحرك عشوائي ملوش اي لازمه، ويسيب اللعيب اللي معاه علشان يفتح زاويه التمرير للاعيبه الجونه ويحررهم من الضغط ويبداوا الهجمه مرتاحين، مع ان الكابتن احمد كان لسه نازل والمفروض ان هو في كامل تركيزه. المهاجم الذكي ده هيطلب الكره في ظهر حسام عبد المجيد، فهيتحرك معاه عبد الله السعيد، وحسام كمان هيبدا يتحرك في اتجاه الكوره. في اللقطه دي حسام كان لف وشه خلاص، والمفروض ان هو شاف عبد الله السعيد بيغطي اللاعب اللي كان في ظهره، فكان المفروض ان هو يسيب عبد الله يغطي مع اللاعب وهو يروح يقفل بسرعه مع اللاعب اللي احرز الهدف. ده كان الحل الاسهل. وكان في حل كمان ان احمد فتوح بدل ما هو يجري كده في اتجاه الكوره يجري على اللاعب اللي كان واقف فاضي، طالما شاف زمايله الاثنين داخلين على لاعب،